مساء الخير والسعادة عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ رمضان كريم. النهارده هعمل لكم حاجة حلوة كده ناكلها بعد الفطار. سهلة وبسيطة، وهي المكشكشة. المكشكشة ده نوع من انواع الجلاش، بس بيتعمل بطريقة سهلة قوي ومش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت خفيفة كده وجميلة. هنبدأ نعملها مع بعض. اول حاجة هعمل الشربات بتاعها. الشربات عبارة عن كوبايتين سكر معاهم كوباية ونص مية من نفس الكوباية، وهسيبهم مش هقلبهم لغايه ما يغلوا كده على النار. ابدا بعد كده اول ما تغلي معايا ابدا اقلبها واضيف لها نص ليمونه، واحط لها ربع معلقه فانيليا او اقل كمان، يعني فانيليا مش عايزه اكترها قوي. مقاديرها معايا لفه جلاش ونص كوبايه سمنه سايحه وكوبايه لبن. دي مقاديرها. وهنا اللبن هضيف عليه سنه فانيليا صغيره كده وهقلبها وهركنه دلوقتي معايا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي كده، انا جايبها قالب مستطيل عشان يبقى واخد طول الجلاش. هبدا ادهنه بالسمنه كده. هزود السمنه من تحت شويه عشان ما يلزقش. هجيب بقى ورقتين جلاش كده بالشكل ده، وهدهنهم بالسمنه بالفرشه بالطريقه دي كده. وكل اللي هعمله في الجلاش هنا معيش حشوه ولا اي حاجه، ان انا هكشكش الجلاش بالطريقه دي. يعني بتنيه كده مره فوق ومره تحت، شكل الكشكشه كده بالطريقه دي كده. وهبدا احطه في الصينيه. هعمل معاكي واحده تانية. برضو هجيب الورقتين الجلاش هدهنهم سمنه بالطريقه دي، ولو معاكي حته مقطوعه شويه حطيها فوق التانية مفيش مشكله. وابدا اكشكشها برضو واحطها في الصينيه. هنا عملت انا اللفه كلها، لفه الجلاش وحطيتها في الصينيه بالطريقه دي. وبعد كده هدهن وشها سمنه من فوق الوش، الحته اللي هي مش هتلاقيها متشربه سمنه او كده هدهنها برضو بالطريقه دي. بس كده خلاص هدخلها الفرن. بعد ما تقعد في الفرن 10 دقايق هخرجها، وهضيف عليها كوبايه اللبن اللي انا حطيت عليها سنه فانيليا، واشربها كلها باللبن كده. بعد كده هدخلها الفرن، طبعا اكون موطيه الفرن شويه مش عالي قوي، وهحطها حوالي 10 دقايق في الفرن. وبعد كده هطلعها على الشوايه تاخد الوش الاحمر الجميل الذهبي ده. وبعد كده اخرجها. بعد ما اخرجها بقى وهي سخنه هيكون الشربات بتاعي بارد. هقطعها بقى كده الاول قبل ما اسقيها بالشربات، ولو عايزه تقطعيها قبل ما ندخلها الفرن خالص برضو مفيش مشكله، كده ينفع وكده ينفع. طبعا هنا الصينيه سخنه معايا، والشربات زي ما انت شايفه كده متماسك وحلو، مش خفيف قوي مش تقيل قوي، لان عملناه بالمقادير المظبوطه. بعد كده هبدا اسقيها كلها لما اشربها بالشربات خالص. انا كل ما بديها شربات كده هي بتشربه لغايه ما احط لها الكميه كلها اللي قلت لك عليها. خلاص هي كده خلصت معايا. طبعا زي ما انا قلت لك هي ما فيهاش اي مكسرات وما فيهاش اي حاجه خالص. انت بقى لو حابه تضيفي لها شويه مكسرات او جوز الهند او زبيب او سوداني، اي حاجه موجوده في البيت عندك بتضيفيها، بس مش ليها كلها برضو، عشان زي ما قلت لك في ناس بتحبها كده وناس بتحب محشيه وناس بتحبها مش محشيه. فبنضيف المكسرات على طبق التقديم بس المفروض. كده هقدمها بقى في الطبق التقديم بتاعنا. وده شكلها النهائي معانا، وهي حلوة جدا وريحتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي. يا رب تعجبكم، وإن شاء الله جربيها وقولي رأيك إيه. ورمضان كريم، وأشوفكم في فيديو جديد مع أكل هنائي.